خروج أبو زياد عن صمته يتوعد لنهال حوارات ابعدي عن بنتي أحسن لك، وتهديده لمحمد حوارات وآلاء بعد ما قالوا إن هم عاملين أوضة لرماس في شقتهم أو في فيلتهم. هنشوف النهاردة خروج أبو زياد وهو بيفضح عيلة حوارات وبيتكلم ليه ميرفت سابتهم، ليه إسراء سابتهم مش هم اللي سابوها. تفاصيل كتير في فيديو بتاع النهاردة عن أبو زياد وهو بيهدد عيلة حوارات في عز فرحهم وفي فرح محمد حوارات، وفتح بث مباشر من أمام الفرح، وهقدر أقول كل شيء لو أنا عاوز. كل التفاصيل معانا النهاردة عن أبو زياد وتهديده لنهال والآلاء ومحمد حوارات. أتمنى من حضراتكم تشوفوا الفيديو للآخر، وياريت دعمنا بلايك، ولو اشتراك هيكون شرف لينا تواجد حضراتكم الكريم في قناتنا المتواضعة. اتفاجئنا عن انهيار لأبو زياد وهو بيتكلم عن اللي قاله محمد حوارات وعن نهال والفيديوهات او الستوري او التيك توك اللي بتعمله مع نيرة. خرج اول حاجة ابو زياد وكتب بوست على صفحته ورد على محمد حوارات لما قال ان هو جهز اوضه لرماس في الفيلا بتاعته، وقال له يا ريت بدل ما تاخد رماس بنتي وولادي فرحك خد شروق بنتك افضل تحضر فرح ابوها، اتقوا الله كما تدين تدان، الحق عند الله مش هيضيع بالعكس بيزيد، الصبر حلو وبدون كلام كتير، الحق راجع وبالقانون. واتمنى اشوف فيديو ليكوا يا عيلة المحشي تاخدوا شروق تجيبوا ليها فستان فرح ابوها. نسيت ان شروق مش بتدخل ليكم دولارات زي ولادي ما بيدخلوا ليكم. طيب الكلام ده بيرد فيه على محمد حوارات اللي هو قال ان انا هاخد رماس معايا البيت، لان رماس طبعا متعلقة بيه، هو كان بيراضيها بكلام زي كده. كمان وجه رسالة لنهال وقال لها بنتي مش بتاعة رقص أو بتاعة مياعة، خاصة بعد يعني لما تم نشر بعض الاستوريهات أو التيك توك لنهال ونيرة وهم بيغنوا أو بيهزروا مع بعض أو حاجة زي كده. أبو زياد خرج عن صمته هو منهار واتكلم ووجه رسائل عديدة لعيلة حوارات وبدأ يقول لهم هقول لكم ميرفت هي اللي سابت محمد حوارات وإسراء هي اللي سابتهم، لأنهم مش هيقدروا يطلعوا يتميعوا أو يترقصوا أو حاجات زي كده ويجيبوا ليكم دولارات او يجيبوا مشاهدات. اولا يعني ردا على كلام بس ابو زياد، يعني هو ما قالش حاجه عن ميرفت، وكل اللي قاله احنا عارفينه. قال ان ميرفت كانت متجوزه وكانت ورجعت عشان اولادها، والكلام ده احنا قلناه كتير في فيديوهات، ان هي كانت يعني متطلقه او رفع قضيه خلع او حاجه زي كده. المهم رجعت لجوزها عشان اولادها وعادي مفيش اي مشكله ولا في جديد ولا اي حاجه. اسراء سابتهم بيقول محزق ومش ملزق والكلام اللي بيقوله ده. احنا شايفين اسراء لبسها جميل وبنوته وكل الناس يعني بتحبها لحد دلوقتي. الناس كانت بتقول لا لحسن يا ريتك كملت مع اسراء، ورغم ان نهال عسوله ربنا يحميها يا رب يوفقهم، لكن الناس يعني بتحب اسراء بشكل كبير ولا بتلبس لا محزق ولا ملزق زي ما ابو زياد بيقول. بالنهايه يا ابو زياد احنا مقدرين انفعال حضرتك وبنتمنى والله، وقلنا كتير في فيديوهات كتيره ان يا ريت الاولاد يكونوا ما بين ابو زياد وما بين ابوهم ويديم الود، لان ده في النهايه ابوهم. لكن للاسف يا ابو زياد انت مش واخد بالك ان كلامك ده بيكره الاولاد فيك، ان كلامك ده بيشوف هو ده بابا اللي كان بيحبنا، بدأ بيهاجم وبيشتم ويقول لمحمد خمرجي ويقول مش عارفه ايه ويقول على ده مش عارفه ايه. يعني كل الكلام ده بيزيد الفجوة اللي بينك وبين أولادك. يعني حاول تكسب الأولاد، حاول تقرب ليهم، حاول تقول لهم فيديوهات كتيرة أنا بحبكم وأنا فرحان ليكم، برافو عليك يا نيرة، أنا فرحت إن أنت عملت كذا، يا ريماس أنا باباكي، يا نيرة ذاكري، يا نيرة اعملي الحجاب شوية. يعني اعمل فيديوهات من دي كتير تقوم تخلي الأولاد، يعني أكيد الأولاد بيتابعوا قناتك يشوفوها ويحنوا ليك، لكن لما يشوفوك كل شوية بتنفعل وبتهاجم خلانهم وبتهاجم ده، الفجوة اللي بينكم هتزيد. أنا مش بقول إن أنت يعني إن أو بهاجمك او بقول اي شيء، لا انا بقول ربنا يا رب يرد الاولاد ليك ويتربوا ما بينك وبين جدهم والود يوصل ليكم تاني. لكن اللي حضرتك طالع بتقوله ده هيسبب بعد كبير جدا بينك وبين اولادك. مستنيه تعليقاتكم، تحياتي ليكم جميعا، شكرا متابعين المحترمين.